السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابين نعمل شوية قرص النهارده طريين للولاد يفطروا بيهم. كان عندي 3 كيلو دقيق وشوية لبن رايبين عندنا في التلاجة، قلت استخدمهم معانا للقرص. وعندي خميرة فورية وعندي بيكنج باودر. 3 كيلو دقيق عليهم كيلو ونص سمنة زي بالظبط زي الكحك، مقدار الكحك. وكل كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة. انا حبيت احطه المقدار ده علشان خاطر تطلع معانا القرص طرية وناعمة. نزلت بقى على الدقيق بتاعنا باللبن الرايب بتاعنا، وقلت توه الدقيق في قلب اللبن الرايب وخلص. اول ما الدقيق بدأ يختفي من باللبن الرايب، نزلت عليه بالسمنه بتاعتي وعجنت الدقيق بالشكل ده، وعجنت العجينه بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده خدت حته عجينه جربتها علشان اشوف العجينه بتاعتنا مظبوطه ولا لا. قطعت قطع صغيره بالشكل ده، قرص صغيره كده، ونزلت في الصواني بتاعتي وسبتهم يخمروا. وجربت العجينه وشفت الخمر بتاعها بدأ يرفع. لما حطيت صبعي في العجينه لقيتها رفعت. بدأت ان انا اخبز القرص بتاعتي. دخلتها في الفرن وطلعت معايا السوا الجميل ده. كان فاضل عندي حته عجينه وفرتها. قطعت النص بتاعها، حته بالجبنه وحته بالعجوه، كان فاضلين عندي هنا في التلاجة. فردت العجينه ونزلت عليها بحته جبنه ولفتها رول، وبعد كده قطعتها حتت صغيره وعملتها بالطريقه دي. بقى معانا احلى قرص طريه الولاد يفطروا بيها، وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو منونا